فلانة وفلانة شنو السالفة؟ قال أنت رجلك مو يمك 40 يوم، لذلك يحق لك تتزوجين متعة من الأخوة ذول الباكستان وأخيار الناس، ناس نعرفهم وإحنا كفيلين بهم. ما يصير هيك شغلة، أنا مرة متزوجة، شو هذا اللي يروح ويتردد علي؟ استغل نفوذه وهددني، قال لي إذا ما تقبلين بهاي الشغلة ما تبقين بالمنطقة، هاي المنطقة إني ليش ماكو حكومة، ماكو ناس، واني بيد قوة لملمته، هذا قوة سويته والله العظيم، وقايضنا عليه وقال لي شوفي ما تبقين هنا، وهددني بطريقة ومع الأسف نفذها. واني هسه متهجولة بالبيوت، علي القى قبض من قبل السلطات، ما اعرف الجرم اللي عندي شو مسويه ما ادري، اخاف اروح اتقدم واحكي هاي الحكاية اخاف يدبوني سجن، وهو هذا مرتب لي مؤامرة. يضغطون علينا بشروط غير طبيعية، يعني جاي يضغطون علي على بناتي، يقول لي تعي طي بناتك، بيعي بناتك باكستانيين، انت مرة مطلوبة وما عندك، تعي بيعي بناتك على مو شنو احنا نوفي دينك ونبني لك ونقعدك. وجاي يجبرني يقول لي عوفي رجلك، رجال كبير السن ومريض يقول لي تعي طلقي من رجلك وتعاي احنا نعقد عليك. كلبتون وخذوني للمركز، رحت للمركز هناك انا 16 يوم ماكل بالمركز، والباكستانيين يا هو اللي تروح له تقول له يقول لي انا شيخ ما علي شيء، انا انطيت فلوس للمختار وانطيت فلوس للجماعه ذولا، حتى راح يشوفون لي نسوان عراقيات اتزوجهم. طلعوني من مكاني، زاحوني، سووا لي يردوني، ذبوني بالسجن، اقول لهم علي من يقولوا لي مادتك شو اسمه 39 بش يقولون لها شو مسوي خاله؟ قالوا 39 مادتك وذبوني ويا مره هي هاي المهجره، وبعد دعوا عوايل على اساس 50 بيت بعد وياي مو بس انا. المختار يوميا كاتب له مسوي له لائحه على العالم، وهو دبانه سجن 13 يوم، لا ماكلين ولا شاربين، قوه تعال وقعوا تعهدات تبيعون بيوتكم للباكستانيين. طلعنا من هاي، طلعنا القاضي من السجن، قام النائب المختار علينا كل ساعه جايب له دوريه بدون امر قبض يهدد بينا، يابا من اللي هاي مسانده عقيد ونقي اللي مدير مركز الغريب اللي متعاونين ويا الباكستانيين على العراقيين. احنا 15 عائله كاتبين علينا دعاوى كيديه، طاعنينا بشرفنا وماسينا زين. احنا نريد الحكومه تسوي لنا حل، يعني الباكستاني مفضله زيد من العراقي.